حياكم الله مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد من خلال برنامج رياكشن. اليوم موضوع حلقتنا جدا مهم ويشغل كل بيت عراقي. كنا نمتلك أجهزة موبايل واللي تعتبر هي الصندوق الأسود لكل شخص، يخلي بها معلوماته، صوره، رسائله الخاصة اللي ما يحب أحد غيره يطلع عليها. اليوم بعض ضعاف النفوس قاموا يدخلون إلى هاي الأشياء الشخصية من خلال عمليات التهكير أو عملية سرق الموبايل، أو شخص نسى موبايله بمكان معين والغير راح يفتح هذا الموبايل ويطلع على هاي الأشياء، واللي يكون ضعيف النفس راح يبتز صاحب هذا الموبايل. إذا واقف بشارع وجدتك بنية تستنجد بيك تطلب من عندك نصيحة، تقول لك أحد ضعاف النفوس سيطر على تليفوني اللي يحتوي كل أشياء الخاصة ودا يهددني بأبشع الطرق والوسائل، شنو راح يكون رد فعلك؟ راح تنصحها وتقدم لها النصيحة؟ راح توقف وياها؟ كل هذا راح نتابعه من خلال هذا المشهد، خلينا نتابع. مرحبا مرحبا، بس ممكن اريد نصيحه من عندكم يعني. اني خايفه كلش، يعني تهكر الفيس مالتي وواحد يهددني يقول لي اريد انشر الصور مالتي. يعني انت اكبر من عندي وهاي، بس اريد نصيحه من عندك. يعني سجلي الفيس مالتك. هو يهكرها اصلا وتقول لي انشر الصور. يعني سجلتي صور؟ اي صوري مال بيت يعني هاي. لا هو يعني صور اي ساحبها من يعني من التليفون مالتي. شو اقول لهم؟ ما هو دا يهددني هسه. لا قولي لاهلك. يعني هاي نصيحتك اقول لاهلي؟ اي والله قولي لهم. لا بالعكس، ليش يعني ما يتفاهمون هيك، ما عندهم ثقه بيك؟ ما اعرف شلوني خايفه. لا قولي لاهلك. شكرا قولي حبيبي. لاهلك وسجلي الفيس مالتك ودزي لكل جماعتك تراني فيسي تهكر، كتبي على الصفحه فيسي تهكر وقولي لاهلك حتى الناس كلها تعرف انه مو انت اللي تنشر. اوكي حبيبتي، شكرا. مرحبا حبيبتي، بس اريد نصيحه من عندك. عندي الفيس مالتي تهكر وواحد ساحب الصور مالتي ويقول لي انشرهن. يعني اريد نصيحه من عندك. يعني انت يعني يجوز اكبر مني وتفهمين. والله حبيبتي ما اعرف يعني شنو تسوي؟ يعني نصيحه انت، يعني هسه لو مكاني شو تسوين؟ يعني هو غير هو ساحب صورك عاديه اللي انت ناشرتها بالفيس؟ ايوه يقول لي انشرهن واكتب عليهن وما اعرف شنو. قولي له بعدين ربك شو تسوين يعني؟ يعني شنو تقدرين تسوين اذا ماني دا اخاف حتى اقول للاهل يعني. من يقول صدق هو ساحبهن؟ لا هو ساحبهن، يعني دزيان يقول لي راح اكتب عليهن وفوتوشوب وما اعرف شنو. يقول انت وضميرك، يعني شنو تقدرين تسوي؟ يعني حاولي لا تخليه يستفزك، انت تستفزي. ماني خايفه من اهلي يعني اهلك ما يدرون عندك فيس؟ لا يدرون، بس انا خايفه اقول لهم يعني صوري وهاي. لا ليش؟ بالعكس، اذا انت صورك عاديه هي نفسها اللي بالفيس، هم هاي الصور اللي موجوده اكو واحد هكرها، او اكتبي على الفيس مالتك على مود الناس تعرف. اوكي حبيبي. احسن لك حبيبي. شكرا حبيبي. ان شاء الله ماكو شيء. ان شاء الله حبيبي. بس ممكن اريد نصيحه من عندك. على الفيس مالتي تهكر وواحد سحب الصور من عندي. ما تعرفين؟ من رخصتك حبيبتي، بس اريد من عندكم نصيحه. يعني انت بنيه مثلي وتعرفين، يعني واحد الفيس مالتي هكره زين يقول لي انشر الصور مالتك. زين انت لو مكاني شو تسوين؟ ما يسوي، هو ما دام يهدد ما يسويها. هو دزيان يعني يدز لي يقول لي اكتب عليها انا ما اعرف شنو. ما يسوي، هو ما دام يهدد ما يسويها، بس داوي. زين واذا سواها شو؟ يعني يعني هسه انت خليك بمكاني بهذا الموقف. موقف جدا صعب. صعب؟ كلش صعب. ماكو اي نصيحة؟ زين يعني صور لا صوري عادية يعني مال البيت. يقول لي اكتب واسوي وما اعرف شنو عليها. لو هن صور ما بيني شيء، جربي تسويتي قولي له سوي. انا خايفة من اهلي يعني. هو اكيد هو خايف من اهلك، بس انه اذا صور ما بيني شيء، يعني احنا شو يعرفون مثلا انت مثلا عندك انستا او شيء؟ لا لا. اي وما يعرفون بيها انشر اصلا. حيرة امو؟ اي. شكرا حبيبتي، تعبتكم.
ردت نصيحة من عندك يعني. يفرق شوية. واحد مهددني بالصور يعني يقول لي انشرهن وهاي، بلكي نصيحة من عندكم يعني. تريد الفيس مالتها ونشوف صورها. الولد وين؟ لا اريد نصيحة من عندكم يعني. الولد وين؟ ها؟ الولد وين؟ هو يدز رسائل ويهددني يعني. قولي ليش اذا قاربك شنو غير تعاملون وياه؟ يعني واحد يعني ليش اذا قاربك؟ لازم يكون واحد قريب. شكرا لك. مرحبا خالة، بس بدون دحمة عليك اريد نصيحة من عندك. يعني انت اكبر من عندي وتفتهمين. مثل ايش؟ الفيس مالتي تهكر، الواحد يهددني بالصور يعني يقول لي انشر صورك وهاي، اريد نصيحة من عندك، انت اكبر من عندي وتفتهمين. يعني انا فات مني ببنات هواي بس ما ردت اسال يعني. والله نصيحة انه شنو؟ هكري اللي يهكر. يعني هكر يعني لا، واذا يهددني بالصور يقول لي انشر الصور مالتك. اخذ ايش اسمه طلب. هذا حتى ناخذ. شو انصحك؟ ما تكون نصيحة؟ ما في نصيحة، اذا هو من يستلمها شو يعطي نصيحة واحد؟ تابعنا من خلال هذا المشهد ردود افعال الشارع والمواطنين من اجتها البنيه واستنجدت بهم. نفس البنيه اللي استنجدت وطلبت من كل شخص بان يعطيها نصيحه لان بعض او احد الاشخاص سيطر على تليفونها وعلى معلوماتها الشخصيه، لكن الصوره الان مختلفه. اذا اجت هاي البنيه للشارع وهي تتابع كل الاشخاص اللي موجودين، تعتبر الرجال الكبير ابوها والمراه المسنه امها، وتحاول تستنجد بيهم، والشاب بتقول له انت اخويا، ونعرف احنا العراقيين عندهم نخوه. تقول لك بان الشخص اللي سرق موبايلي ودا يهددني موجود بالشارع، وتشير لك إله، يقول لك ذاك هو الشخص اللي سرق الموبايل، دا يبتزني بأبشع الطرق والوسائل حتى ياخذ من عندي اشياء خاصه كانت مال او غيرها. شنو راح يكون رد فعلك؟ راح توقف وياها؟ راح تحاول تساعدها؟ راح تلقي القبض او تمسك بهذا الشخص وتحاول مساعدتها؟ كل هاي الامور راح نتابعها من خلال هذا المشهد. تابعوا يعني. ساعة لاحقني. هذا واخذ التليفون من عندي ودا يهددني بالصور. ايش اللي مدفع؟ هذا اخذ التليفون مني وهدد بيه. هذا الواقف. ايه؟ اخذ التليفون وهدد بيه، يقول لي انشر الصور مالتك. معقولة؟ تعال اقول لك ليش تاخذ تليفونها؟ ها؟ كل ساعة يقول لي راح انشرهم ولا راح انشرهم؟ اي انشرهم على اليوتيوب. لو تعطيني المبلغ اللي اريده انا. وش؟ شنو نطي؟ خوف عمي خاف منه. لو تعطيني المبلغ انا اللي اريده لو انشرهم على اليوتيوب. يهددني انشر صورك وانشر صورك. سوي ما اعطيك تليفون. ما اعطيك. ما عندك اخت انت؟ اقول لك يا ولد عافية، هذا صار له ساعة لا حق اخذ التليفون مالتي وقال لي انشر الصور البيت. ولد 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 كل ساعة انت ما عندك اخت؟ عافية يا ولد، اختك هذا اخذ تليفوني وصار له ساعة يهدد بي، يقول لي راح انشر الصور لو تجيني. كل ساعة يقول لي تعرف شنو هذا الواقف؟ ضاع عيني عينك. اي هذا ما عنده اخت، ما يستحي. انه مغلس. جيب التليفون مالتي. تجيب التليفون جيبه. جيب التليفون. ما شلون؟ وانت ايش لك عليهم؟ ما ينطي صار له ساعة يهددني. ما انشرهم على اليوتيوب. ليش؟ شو مسويت لك انا؟ ما اعطيه انشرهم على اليوتيوب. شنو تنشرهن؟ ما شو مسويت لك انا؟ جيب التليفون. اخذت ولد شنو ما هاي؟ يعرفني. ما لا اعرفه ولا
يعرف لها الادب هذا. جيب التليفون. التليفون هذا ادب السيف ما يستحي. يقول لي لو تعطيني فلوس انشر الصور مالتك على اليوتيوب. تعال جيب تليفوني. شلت؟ تعال جيب التليفون. ما عندك حوادث لما تستحي؟ ما اعطيك تليفون. التليفون ما عندي هددني بالصور. هذا ماخذ التليفون ويهددني بالصور. شنو بس الطيب؟ كيف؟ ما في لا شوفي هاي دورية مارشل. هذا باعه. ماخذ التليفون عيني بده يلعب بالنوم. هاي دورية مارشل وراح عادي. هي صح. إذا مشاهدينا تابعنا هذا المشهد وشفنا ردة فعل الشارع العراقي وموقفهم ويا هاي البنية العراقية وموقف الشباب والشارع كله، لأن ما حد يقبل أحد يبتز شخص بأي طريقة. سيطر على تلفونها وحاول ياخذ كل المعلومات اللي بيها وحاول يبتزها بهذه الطرق ويستغلها وياخذ منها المال، وكل المواقف كانت حقيقة هي ردة فعل يمكن أنتم تقيسوها البعض إيجابية والبعض يكون سلبية اللي يوقف على الحياد. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج رياكشن. نتمنى كل ما قدمنا لنا رضاكم. دائما نلتقي وياكم على حب الوطن. في أمان الله.